السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهيوة بشاير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم تحلية بالقهوة كيف ما طلبتوها مني. وجدوها لسحوركم أو لا للسهرات الرمضانية. كتجي كريمية لذيذة ما تشبعوش منها، والأهم أنها كتوجد بسرعة. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. اخواتي كيف العاده قبل ما نبداو ما تنساونيش بواحد اللايك، بارطاجيو الفيديو مع الحباب. وبالنسبه للاخوات اللي اول مره كيشوفوا قناتي كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا عند اختكم بشاير. ديروا ابوني وشغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم معايا ما تمشيو فين. غنبداو بسم الله. عندي هنا القهوة العادية اللي كنطحنوها على يدينا، وعندي قرعة القهوة سريعة الذوبان. بالنسبة لكم اختاروا اللي بغيتو. انا درت هاد القهوة اللي كنطحنوها على يدينا كتكون معطرة ومنسمة. غادي نديرها في هاد الكوكوط ديال القهوة وغادي نخليها توجد ليا. الصراحة الله راها كتجي رائعة، خصوصا الريحة فاش كتبدا تطلع هاد القهوة. ما نقولكمش الريحه اللي كتطلق في الدار. من بعد ما وجدت لي القهوه عندي هنايا نص يطرو ديال الحليب اللي غادي نضيف له 3 د المعالق كبار ديال السكر، وجوج معالق كبار مقبين، ونص ديال النشا اولا المايزينا. هذه المعلقه الثانيه، وغادي نزيد نص جوج معالق ونص ديال النشا اولا المايزينا كيكونوا مقبين. وغادي نضيف معلقه ديال هاد الكاكاو اللي كنديروه مع الحليب اللي محبوب عند الاطفال، والصراحه حتى حنايا الكبار كيعجبنا. او لا يمكن لكم تعوضوه بالكاكاو المر. من بعد ما خلطت كل شيء غادي نضيف واحد 3 د المعالق ديال القهوه اللي حضرت معاكم. انا عندي هاد المغرفه صغيره، القياس ديالها هو القياس د المعالقه، بها عبرت 3 ديال المعالق د القهوه. ديت الخليط من فوق النار. دائما النار كتكون مهيله، والاستمرار في التحريك حتى تيعقد لي وكيولي لي على هذا الشكل هذا. صافي ملي كيعقد كنطفي النار وكنحطو هنايا. كنزيد عليه واحد العلبه ديال هاد العلبه هذه ديال الفلان اللي كتعطي واحد المذاق، وكيتواتى المذاق ديالها مع المذاق ديال القهوه. غادي نخلطها غير بهذا الخلاط اليدوي مزيان باش تذوب ليا وتنسجم ليا مع الخليط. وصافي من بعد ما نحس بها بانها صافي ما بقاتش داك التكتلات ديال داك الفلان، صافي كنخوي الخليط في هاد الكؤوس هادو. يمكن لكم ديروه في زليفات، فلكم الاختيار. كنعمر كاع هاد الكويسات. انا الصراحه هاد القياس هذا راه عمر ليا 5 ديال الكيسان. انا في الاول حطيت غير 4، ولكن شاط لي واحد شويه زدت كاس، يعني 5 ديال الكويسات ديال هاد الخليط هذا. صدقوني من أروع وألذ ما جربت في التحليات. خصوصا لعشاق القهوة غادي تعجبكم هذه التحلية هذه. طلبوها مني بعض الأخوات وأنا شاركتها معاكم، راها كتجي رائعة، غير جربوها. من بعد غادي نخلي هاد التحلية هذه حتى غادي تبرد وغادي تشد راسها تقريبا واحد الساعة د المكانة. عاد غادي نكمل لها الطبقة الثانية اللي غادي نزينها بها. من بعد ما بردات وشدات راسها وجمدات، ديك القهوة اللي بقات ليا غادي نعمر كاس ديال العنبة كيف كتشوفوا، وغادي نخويه في هاد الكاسرونة، وغادي نضيف له فلون ديال الكراميل. هاد الفلون هذا د الكراميل راه كيتواتى مع المذاق ديال القهوه، وحتى بالنسبه للون ما كيتغيرش، لان كيف كنعرفوا اللون ديال الكراميل راه كيشبه للون ديال القهوه. غادي نضيف معلقه ديال السكر. كيف كنعرفوا القهوه كتكون مره واحد شويه، انا ضفت لها معلقه ديال السكر. غادي نخلط كل شيء وغادي نديه من فوق النار حتى غادي يوصل لدرجه الغليان. كيف غادي تشوفوا معايا كيف ما كنطيبوا الفلون عادي. هانتوما ملي وصل لدرجة الغليان صافي غادي نطفي النار. غادي نخليه غير شوية يتراجع غير واحد نص دقيقة، وغادي نخويه من فوق هاد التحلية هادي. كنعرض هكا هاد المعلقة هادي باش ما كنخسرش الشكل ديال التحلية. صافي غادي نقادد هاد الكاس ديال القهوه اللي درتو بالفلون. غادي نقادو يعني غادي نقسمو ما بين هاد الكويسات هادو. وصافي غادي نخلي التحليه ديالي حتى غادي تبرد مره تانية وتجمد ليا هاد الطبقه الثانيه.
ومن بعد غادي نوريكم القوام ديالها وحتى التزيين، راه التزيين بسيط. اخواتي الا وصلتوا حتى لهنا بالمشاهده خليوا لي واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليوا لي، فشكرا شكرا لكم. من بعد ما جمدات لي الطبقة الثانية كتكون هذه هي التحلية، صافي راه صبحات واجدة. بالنسبة للتزيين يمكن لكم تخليوها غير هكاك اولا ديروا لها هاد الحبيبات ديال الشكلاط. انا هادو كانوا عندي فدرت هكايا شوية في الوسط وصافي. كتكون هذه هي التحلية اللي شاركت معكم بالقهوة نزولا تحت طلب بعض المتتبعين، طلبتوها مني وانا نفذتها لكم. يا ربي تكونوا شفتوا هذا الفيديو هذا باش تعرفوني بانني راني داكشي اللي تقولوا لي راني كنفذو ليكم. اخواتي خليتكم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. وقبل ما تغادروني ما تنسونيش واحد اللايك، بارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائدة ويجربوا هاد التحلية اللي بالقهوة، راها كتجي رائعة وخطيرة في المذاق. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.